حمود الشيخ، الرئاسة المشتركة لوحدة مياه الطبقة. طبعا ضمن مشاريع لجنة البلديات ووحدة مياه الطبقة لعام 22، ومناشدة للأخوة المواطنين في القسم الشمالي من مدينة الطبقة، هي قرية السويدية كبير، سويدية صقير، طنوزة، العلوة، قرية البوخميس. قامت الوحدة بإنشاء محطة كاملة على قناة البليخ. طبعا هاي المحطة هي بناء صالة، بناء للحرس، مضختين، غزارة 250 متر مكعب بالساعة، رفع 120 متر. العمل هو تقريبا على وشك الانتهاء، إن شاء الله خلال الأسبوع الجاي يتم تجريب المحطة وتشغيلها إن شاء الله. طبعا ضمن هذا العمل قمنا بتمديد خط قسط البوتيلين بقياس 250 متر من المحطة إلى الشبكة الرئيسية الموجودة عند قوس جعبر، وإن شاء الله خلال الأسبوع الجاي تم العمل والتشغيل بهذه المحطة. طبعا هذه المحطة بدأت تغذي تقريبا حوالي 10,000 نسمة، هن 5 قرى اللي ذكرناهن. في السابق كانت المي تجيهم من محطة جعبر. طبعا محطة جعبر عليها جعبر، عليها المحمودلي، قرى المحمودلي كامل، كل 3-4 أيام تيجي دور لهذه القرى الموجودة اللي احنا وضعنا لها هذه المحطة. طبعا احنا قاعد نعاني من هذا الموضوع، وضع المحطات السابقة على البحيرة، انخفاض مستوى البحيرة في هذه الفترة عالي، ولا توجد الإمكانية أنه نضع محطة بهذا المكان. بدنا نعاني من نفس المشكلة اللي هي انخفاض منسوب النهر من قبل الجانب التركي. احنا وضعناها على قناة البليخ لأن المي مستمرة وموجودة بمنسوب منخفض، ومنسوب ضلبي المي بشكل عام بهذه المنطقة.